مساء الفل، ازيكم شباب؟ الاخبار معاكم اخوكم دكتور عمرو عبد الله. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الفسيولوجي الممتعه. تعالوا كده بالراحه نفهم يعني ايه فسيولوجي. الماده دي سهله وبسيطه، عايزه فهم. لو انت فهمتها هتلاقيها ماده من احبب المواد لقلبك، لكن لو انت فضلت تحفظ فيها هتبقى بالنسبه لك ماده صعبه جدا. فتعالى كده بالراحه نفهم اصلا يعني ايه فسيولوجي. فسيولوجي دي كلمة بتتكون من مقطعين. أول مقطع وهو فيسيو. عارف فيسيو يعني إيه؟ فيسيو يعني البادي فانكشن، يعني وظائف الجسم. وظائف الإيه؟ وظائف الجسم. وأولوجي في أي حتة يعني علم، يعني ساينس. فده علم وظائف الجسم أو وظائف الأعضاء. وظائف الإيه؟ وظائف الأعضاء. عايزين كل عضو في جسمك زي مثلا الكبد، القلب، الكلى، العضو ده وظيفته ايه وهيعمل ايه. فهنا في المادة دي هنتكلم عن وظائف الأعضاء. طب انت هتقول يا دكتور ايه فايدتها؟ الفايدة ان انت هتعرف الطبيعي، النورمال يعني الحاجة الطبيعية اللي بتحصل في جسمك، عشان لما تبوظ هي دي اللي هيعمل لك المرض، هي دي اللي هيعمل لك ديزيز يعني مرض. فبالتالي انت لازم تبقى فاهم وعارف الطبيعي، عشان لما تيجي تاخد المرض تبقى ده حصل خلل في الطبيعي، في الحاجة الطبيعية اللي انا عارفها، فهنا المرض. فتقدر تشخص المرض صح، وتقدر تعالج الايه، تقدر تعالج المرض. فتعالى كده نشوف يعني ايه فيسيولوجي بالراحة كده. قال لك، بيسألك سؤال، بدأ يفتح معاك كلام ويسألك سؤال. بيقول لك what is the science، ايه العلم اللي concerned، اللي بيكون مهتم باللايف يعني بحياة الهيومن بينج اللي هو الإنسان، وازاي جسمه بيشتغل. يعني ايه المادة او ايه العلم اللي هيهتم بوظيفة جسمك، بحياتك، ازاي كل حاجة في جسمك هتشتغل. الإجابة هي الفسيولوجي. الفسيولوجي ده علم وظائف الأعضاء يا جماعة. الفسيولوجي علم وظائف الأعضاء. قال لك ده ترم يعني مصطلح بيختص بدراسة study. يعني ايه؟ يعني دراسة. طب هدرس ايه يا دكتور؟ هدرس البادي فانكشن، وظائف الجسم. دي لوحدها نقطة مهمة للام سي كيو، نقطة مهمة لأسئلة اختر يا جماعة. ام سي كيو يعني أسئلة اختر. ركز معايا عشان هتلاقيني بقول لك النقط المهمة للام سي كيو، فعلم معايا على الحاجات المهمة. يبقى الفسيولوجي ده the study يعني دراسة البادي فانكشن، وظائف جسم الإنسان. تمام؟ هي أصلا كلمة لاتينية يا ابني، مصطلح لاتيني. فيسيو يعني نيتشر يعني الطبيعة أو الأوريجين أو الأساس أو البادي فانكشن. وأولوجي يعني ساينس أو إيه، أو علم. فده علم وظائف الأعضاء، علم الطبيعة، علم بيخليك تعرف الحاجة الطبيعية. تمام؟ ويخليك تقدر تفهم النورمال. يبقى من اول سلايد معانا لقينا فيه نقطة مهمة للام سي كيو. الفسيولوجي ده علم دراسة وظائف الاعضاء. طب يجي لك في الامتحان ازاي؟ يقول لك او فسيولوجي ده الساينس اوف ستادي ايه؟ تمام؟ البادي فانكشن، تمام، ولا الميكروسكوبيك ستراكشر يعني اشوف الحاجات تحت الميكروسكوب، ولا ستادي الدراجز الادويه. فالسؤال منطقي جدا، سؤال منطقي جدا. الفسيولوجي ده علم دراسه البادي فانكشن، وظائف الاعضاء، ما تنساش بقى. تمام؟ جميل جدا. طب الجسم بتاع حضرتك بيتكون من ايه؟ الهيومن بودي زي ما انت شايف ده الهيومن بودي. ده اسمه ايه؟ ده اسمه الهيومن بودي. الهيومن بودي يعني جسم الانسان. جسم الانسان زي ما انت شايف بيتكون من مجموعه من الاعضاء. ادي شايف كبد، شايف المعدة، شايف الامعاء، شايف القلب هنا، شايف الرئة تبقى هنا. فالجسم بتاع الانسان بيتكون من اعضاء. الاعضاء مع بعض بتعمل لي سيستم يعني نظام. يعني مثلا الجهاز الهضمي، الجاسترو انتستينال تراكت، تمام، هتلاقيه بيتكون من المعدة والامعاء وهكذا، والكبد بيشارك معاه في الهضم. جهاز القلب والأوعية الدموية هتلاقيه بيتكون من القلب والشرايين والأوردة وهكذا. الجهاز التنفسي بيتكون من الرئة والقصبة الهوائية وهكذا. فجسم الإنسان الهيومن بودي بيتكون من مجموعة من السيستمز اللي هي الإيه؟ الأنظمة. الجهاز التنفسي respiratory center،
الجهاز الهضمي جي اي تي، تمام، الجهاز البولي اليورينري تراكت، وهكذا. طب اي جهاز يا ابني بيتكون من مجموعه من الاعضاء، يعني مثلا الجهاز الهضمي هتلاقيه بيتكون من المعده، المعده دي اسمها اورجان، المعده دي اسمها اورجان، اورجان يعني عضو، ومعده بالانجليزي او بالمصطلحات الطبيه يعني ستومك، ستومك يعني ايه؟ يعني معده. تعرف المعده بتطلع اتش سي ال، الحمض ده اللي بيهضم الايه؟ الطعام. طب الاورجان ده يا ابني لو شفته تحت الميكروسكوب كده هلاقيه بيتكون من حاجات اصغر اسمها تيشوز، تيشوز يعني انسجه، انسجه، تمام. طب لو جبت تيشو واحد وحطيته تحت الميكروسكوب هلاقي بيتكون من خلايا، خلايا، خليه جنب خليه جنب خليه، هتكون لي تيشو، تيشو اللي هو الايه؟ النسيج. طب الخليه هتلاقي جواها اورجانيلز، العضيات اللي هي النيوكليس، النواه والميتوكوندريا والجولجي والحاجات دي كلها، وجواها حاجات ذرات وكيميكالز، مواد كيميائيه. يعني المواد الكيميائيه دي اصغر حاجه. الحته دي اصلا مهمه للام سي كيو، جت كتير في الامتحانات. يقول لك اصغر حاجه في الخليه هي الكيميكالز، اكبر حاجه الهيومن بودي. طب رتبهم لي: كيميكال اصغر حاجه، بعدها السيل الخليه، بعدها التيشو النسيج، بعدها الاورجان العضو، بعدها السيستم النظام، بعدها الهيومن بودي. دكتور انا مش فاهم. حقك، حقك اشرحها لك. انت عندك دلوقتي جسم الانسان اهو، عندك عبد السلام اهو هرسمه لك، عبد السلام اللي انت عارفه وهو معانا احنا بنتعبه في كل حاجه، ادي عبد السلام اهو. عبد السلام ده الهيومن بودي، جسم الانسان. عنده يا ابني جهاز القلب والاوعيه الدمويه، ادي القلب بتاعه والشريان الاورطه والسوبيريور فينا كيفا والانفيريور فينا كيفا، الاورده اللي طالعه فيه. فكده القلب لو طلعته، القلب باوردته وشرايينه ده كده اسمه سيستم، يعني نظام، نظام القلب والاوعيه الدمويه، الكارديو فاسكولار سيستم. كارديو يعني قلب، وفاسكولار يعني اوعيه دمويه. طب لو جبت القلب بس لوحده، القلب ده اورجان، اورجان يعني ايه؟ يعني عضو، عضو. طب القلب ده لو كبرته، تمام، شفته كده بيتكون من ايه؟ هلاقي القلب بيتكون من انسجه جنب بعض، انسجه، انسجه، انسجه يعني ايه؟ يعني تشو، تشو، تشو يعني نسيج. طب لو النسيج الواحد ده، انا عايز اشوف النسيج الواحد ده بيتكون من ايه، هلاقي النسيج بيتكون من مجموعه من الخلايا، خلايا جنب بعض، سيلز. الخليه دي هلاقي فيها كيميكالز، كيميكالز يعني ايه؟ يعني مواد كيميائيه. هتلاقي فيها ايه؟ هتلاقي فيها كيميكالز، كيميكالز. يبقى الرسمه دي اختصرت الكلام كله. اصغر حاجه جوه جسمك هي الكيميكالز، اكبر شويه الخلايا، خليه جنب خليه جنب خليه يديك التشو، التشو اللي هو الايه؟ النسيج. تشو جنب تشو جنب تشو يديك الاورجان، الاورجان اللي هو الايه؟ العضو. عضو مع عضو مع عضو هيعمل لك سيستم، سيستم يعني ايه؟ يعني نظام. السيستم هيعمل لك الهيومن بودي اللي هو جسم الانسان. فتعالى بص معايا اهي في الرسمه، ادي جسم الانسان بيتكون من سيستمز، يعني انظمه. السيستمز بتتكون من اعضاء، العضو الواحد بيتكون يا ابني من انسجه، النسيج بيتكون من خلايا، الخلايا بتتكون من كيميكالز، كيميكالز. تمام. يبقى الترتيب مهم جدا. تاني معلش: اصغر حاجه الكيميكالز، اصغر حاجه الكيميكالز، اكبر شويه يا ابني خلايا، اكبر شويه انسجه تيشو، اكبر شويه اورجان عضو، عضو زي المعده، معده يعني ايه؟ ستومك. اكبر شويه اورجان سيستم زي الدايجستيف، دايجستيف يعني الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي. بعد كده البادي از هول، يعني البادي كجسم كله اللي هو جسم الايه؟ الانسان. ده بنسميه الليفلز اوف اورجانيزيشن، يعني مستويات التنظيم بتاع الخلايا في جسم الانسان. سهله؟ سهله. قال لك الهيومن بودي سيستم، جسم الانسان، ايه السيستمز اللي فيه؟ ايه الانظمه اللي فيه؟ قال لك احنا عندنا 11 سيستم اساسي، 11 سيستم اساسي. ال 11 سيستم دول هم اللي بيحافظوا على وظائف جسمنا، هم اللي بيعملوا وظائف جسمنا، وبيلعبوا ادوار رولز، يعني ادوار اساسيه ومهمه جدا موجوده في الدياجرام في الرسمه دي. فتعالى ركز معايا. الناس تيجي تقول لك دي رسمه نقلبها، لا الرسمه دي مهمه وبيجي منها اسئله. تعالى بص ركز معايا كده ونكبر لك الحاجه عشان ايه؟ تفهم بالراحه. تمام، جميل. اول حاجه قال لك الاندوكراين اللي هو جهاز الغدد، الغدد الصماء اللي بتفرز الهرمونات. قال لك ده بيعمل ريجوليشن، ريجوليشن يعني تنظيم
للبادي بروسيسز، يعني العمليات اللي بتحصل في جسمي ازاي، من خلال انها بتنتج هرمونات. فانا عايزك تعرف للام سي كيو الاسئله الاخطر ان الاندوكراين جهاز الغدد ده بيطلع هرمونات، والهرمونات ليها وظيفه. وظيفه الهرمونات دي هي اللي بتحافظ على ايه؟ وظائف جسمك. بتحافظ ان جسمك يفضل نورمال، يعمل الفانكشن بتاعته وتكون نورمال طبيعيه يا جماعه. او زي هناخد كمان شويه حاجه اسمها الهوميوستيزس. هنفهم يعني ايه الهوميوستيزس. ان جسمك يبقى في توازن، جسمك يفضل في ثبات، ان جسمك يفضل نورمال. يعني ايه نورمال؟ يفضل جسمك طبيعي. طب ازاي جسمي يفضل طبيعي؟ اول سيستم معانا الغدد، زي مثلا الغده الدرقيه زي ما انت شايف، هتطلع الثايروكسين هرمون، تمام، والهرمونات بتاعتها عشان تحافظ على وظائف جسمك. زي البنكرياس هيطلع الانسولين والجلوكاجون عشان يحافظ على مستوى السكر طبيعي في جسمك. فيبقى الاندوكراين ده مسؤول عن الريجوليشن، يعني تنظيم البروسيسز، يعني العمليات اللي بتحصل في جسمي عشان ينتج هرمونات وتفضل وظائف جسمي طبيعية. السيستم التاني معانا وهو الريسبيراتوري سيستم، وده الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي وظيفته تبادل الغازات، وتبادل الغازات يعني الجاز اكستشينج. نقطة مهمة للام سي كيو. هتقول لي يا دكتور طب الجاز اكستشينج وظيفته ايه؟ الفكرة ان جسمك بيراكم ال CO2 اللي هو الكربون دايوكسيد، ثاني اكسيد الكربون. فالجهاز التنفسي وظيفته ان هو يطرد ال CO2 خارج الجسم ويدخل لك الاكسجين المفيد داخل الجسم. ده بنسميه تبادل الغازات، ان هو يطرد ال CO2 خارج الجسم ويدخل لك الاكسجين داخل الجسم. ده اسمه جاز اكستشينج. جاز اكستشينج بين البيئة الداخلية اللي هي internal environment اللي هي داخل جسمك، والاكسترنال environment اللي هو الهواء اللي بره، البيئة الخارجية. يبقى ركز معايا، انت عندك بيئتين: البيئة الداخلية اللي هي جوه جسمك internal environment، والبيئة الخارجية اللي هي الظروف اللي بره، الهواء والرياح والرطوبة والحرارة وهكذا. دي بنسميها external environment. يبقى ركز معايا يا دكتور، ركز معايا يا دكتور يا محترم. احنا حتى الان عندنا تو سيستمز مهمين جدا عشان ينظموا لك ايه؟ جسمك، عشان ينظموا لك البادي فانكشنز بتاعتك. عندك الاندوكراين سيستم، وده هيطلع هرمونات تظبط لك الدنيا، والريسبيراتوري سيستم ده هيعمل جاز اكستشينج، تبادل للغازات عشان ايه؟ تحافظ على جسمك. الجهاز التاني بعد كده الدايجستيف سيستم. الدايجستيف ايه؟ الدايجستيف سيستم. والدايجستيف سيستم وهذا هو الجهاز الهضمي يا ابني. الجهاز الهضمي قال لك بيحصل فيزيكال وكيميكال بريك داون. بريك داون يعني بكسر الاكل عشان اعرف ايه؟ اعمل له ابزوربشن، يعني امتص المواد الغذائيه فيه. يبقى وظيفه الجهاز الهضمي مهمه للام سي كيو. شوف اسئله ام سي كيو من صوره انت ما كنتش هتذاكرها. لازم تفهم كل كلمة، ما تسيبش حاجة ما تفهمهاش. الدايجستيف سيستم بيحصل تكسير فيزيائي وكيميائي للأكل. أنا عندي بيبقى حتة الأكل كبيرة، فعايز أكسرها لحتت صغيرة عشان يسهل هضمها ويسهل امتصاصها ويسهل الاستفادة من النيوترينز اللي هي المواد الغذائية اللي فيها. طب بعد كده إيه؟ بعد كده الريبرودكتيف، الجهاز التناسلي، التكاثر يا ابني. وظيفته إنتاج الريبرودكتيف سيلز. الريبرودكتيف سيلز يعني الخلايا المسؤولة عن التكاثر، اللي هي زي السبيرمز اللي هي الحيوانات المنوية، والأوفا اللي هي البويضات. طبعا الميل اللي هو الذكر هو اللي بيطلعها، تمام، والفيميل هي اللي بتطلع الايه؟ البويضات اللي هي البنت. ده كله عشان اعمل جينيريشن، يعني انتاج اوف سبرينج، يعني اجيال جديدة عشان تخلف عيال. فالريبرودكشن الجهاز التناسلي وظيفته انتاج الريبرودكتيف سيلز. اهو نقطه مهمه الام سي كيو. هتلاقي بص راسم لك ايه؟ راسم لك التستس اللي هي الخصيه، وراسم لك المبيض الاوفري عشان نطلع الاوفا البويضه والسبرم الحيوانات المنويه. الانتجومنتري اللي هو السكين يا جماعه، الجلد. قال لك وظيفة جلدك ان هو يعمل لك بروتكشن. وظيفته يعمل لك ايه؟ بروتكشن. يعني ايه بروتكشن؟ يعني حماية. وظيفة جلدك يعمل لك حماية. ما هو بيحميك من اي بكتيريا او اي ميكروب يدخل جوه جسمك، تمام. بيحميك من اي حاجه في الاكسترنال انفايرمنت، البيئه الخارجيه. بص انت جسمك ده كله ده انترنال انفايرمنت، بيئه ايه؟ بيئه داخليه. اي حاجه بره بقى،
سواء شمس، راديشن أشعة، حرارة، هواء، ده كله external environment، بيئة خارجية خارج ايه؟ خارج جسمك. جميل جميل. برضو مهم جدا لتنظيم درجة حرارة ايه جسمك. انا عايز احافظ على درجة حرارة جسمك ايه؟ 37 سيليزية. بعد كده السيستم الماسكولار العضلي، العضلات. واحنا عندنا عضلات فولنتري إرادية وعضلات انفولنتري غير إرادية. يبقى حتى الآن احنا خدنا 6 سيستمز مهمين جدا. الاندوكراين سيستم، جهاز الغدد الصماء، وظيفته إنتاج الهرمونات عشان تعمل وظيفة جسمك بشكل طبيعي. طب بعد كده الريسبيراتوري سيستم، وظيفته الجاز اكستشينج، تبادل الغازات بين البيئة الداخلية والخارجية. طب الدايجستيف سيستم، وظيفته تكسير الأكل لأجزاء صغيرة. يا ابني ليه بكسر الأكل يا دكتور لحاجات صغيرة؟ عشان أمتص المواد الغذائية المفيدة في الأكل، ما أنت عشان كده بتاكل. تمام. طب الريبرودكتيف سيستم، وظيفته إنتاج الحيوانات المنوية والبويضات اللي هي بنسميها ريبرودكتيف سيلز. ليه؟ عشان تنتج اوف سبرينجز، أجيال جديدة. طب الانتجومنتري، السكين بيحميك يا ابني من أي حاجة خارج جسمك في البيئة الخارجية، وكمان عشان ينظم درجة حرارتك. والماسكولار، العضلات، في عضلات إرادية وعضلات غير إرادية. النيرفس سيستم، الجهاز العصبي، المخ والأعصاب. في ناس كتير حبايبنا عايزين يتخصصوا مخ وأعصاب. المخ وأعصاب أو المخ عموما ده بيبقى البروسيسنج سنتر، المركز، العقل المدبر يا ابني. هو المسؤول عن استقبال الإحساس، السنسوري انبوت. تمام. بيستخدم الانبوت المعلومات عشان ينتج ريسبونس. أنا خدت سنسوري سensation، إحساس، زي ما أنت مثلا حسيت مسكت حلة، دخلت أنت طفس ومامتك بتعمل الأكل، دخلت المطبخ ولقيت الأكل في الحلة، إيه يا نهار أبيض! الكفتة، عارف الكفتة قبل ما تتحط في الصلصة كده بتكون إيه جميلة جدا. فأنت جيت تسرق حتة كفتة، فروحت إيه، ما أنت كفتة فراح تسرق كفتة، فجيت تمسك الحلة سخنة مولعة، فحصل إحساس في إيدك إن في حرارة راحت لمخك، فمخك عمل ريسبونس، رد فعل، قال شيل إيدك بسرعة هتتلسع. فالانبوت، السنسوري انبوت ده الإحساس بالحلة المولعة، الريسبونس إنك شلت إيدك، ده مخك هو المسؤول عن كده. حبيبنا الكارديو فاسكولار سيستم، وكارديو يعني قلب، وفاسكولار يعني أوعية دموية، نظام القلب والأوعية الدموية. وظيفته السيركيوليشن اوف بلاد، ان الدوره الدمويه تفضل ماشيه. السيركيوليشن يعني لان الدم بيمشي في دوره، بيرجع تاني للقلب، بيطلع من القلب ويرجع تاني للقلب، فكانه في دايره، فبنسميه سيركيوليشن اوف بلاد. ووظيفه دي ان هي بتنقل الغازات والمواد الغذائيه والهرمونات للجسم. ازاي؟ انا عندي تيشوز، انسجه في جسمي اهي، فالدم بيروح يدي اكسجين ويدي نيوترينس، مواد غذائيه للانسجه، وياخد منها الفضلات يديها للدم، ويحصل كده ايه، يحصل تنقيه للفضلات وترجع تاني الاكسجين والنيوترينس يرجع للايه، للانسجه. فده وظيفه الكارديوفاسكولار ايه، سيستم. كمان عندنا الليمفاتيك سيستم، الجهاز الليمفاوي. والجهاز الليمفاوي ده بقى فيه العقد الليمفاوية وفيه الخلايا المناعية، وده فيه الليمف، ده عشان يحافظ على سوائل جسمك ويمنع ويحارب الانفكشن، يحارب العدوى. انفكشن يعني عدوى، هيحارب الايه، العدوى. واليوريناري سيستم، الجهاز البولي، ده وظيفته فلترة الدم. فلترة الايه، فلترة الدم، عشان لو في اي ويست برودكت طلعت زي ما قلت لك هنفلترها ونرميها. نرميها في صورة ايه، في صورة يورين بول. مش الخلايا التشوز طلعت ويست برودكت، فضلات، فعايزين نفلترها، نرميها فين؟ نرميها في البول. اخر سيستم معانا هو السكيلتال اللي هو العظمي، العظام يا جماعة. تمام. وظيفة العظم ان هو سبورت، يعني بيدعمك، تمام، وبيحميك، بيحمي الاعضاء اللي جوه، ما جوه فيه القلب. وكذلك المخ، هتلاقي المخ حواليه الجمجمة عشان يحميه، فهو بيحمي الاعضاء الداخلية، ودي نقطة مهمة للام سي كيو. يبقى تعالى كده نراجع على السيستمز، صورة مهمة جدا يا جماعة. في ناس كتير بتقلبها وناس ما بتذاكرهاش، وفيها نقط للام سي كيو، وبتعرفك على وظائف جسمك. احنا خلي بالك
يعني كل حاجه هناخدها بالتفصيل. يعني الاندوكراين ده هيبقى موديول كامل وشابتر كامل في الفسيولوجي، ناخد كل هرمون بالتفصيل يعمل ايه ووظيفته ايه. الريسبيراتوري هناخد ازاي جسمك بيدخل الاكسجين ويخرج السي او 2. الدايجستيف ده مديول كامل في الفسيولوجي، هناخد ازاي جسمك بيهضم الاكل ويكسر الاكل ويستفيد من نيوترينز. الريبرودكتيف كذلك هناخد ازاي بيطلع الخلايا السبيرمز الحيوانات المنويه والاوفا. كذلك هنعرف الجلد ازاي بيحمي جسمك وازاي بينظم الحراره. تمام. هنعرف برضو العضلات وانواعها، هنعرف ازاي الجهاز العصبي بيشتغل، هنعرف ازاي الكارديو فاسكولار سيستم جهاز القلب والاوعيه الدمويه بيعمل دوره الدم، ازاي العقد الليمفاويه والخلايا الليمفاويه تحميني من الانفكشن من العدوى. تمام. ازاي الجهاز البولي بيفلتر الدم، ازاي الجهاز العظمي بيحميني. كل الحاجات دي هناخدها في الايه، في شباتر الفسيولوجي ان شاء الله. انا عايزك تبقى زي كده وانت بتذاكر، تفرم الحاجه. تفرم الايه؟ تفرم الحاجه. يبقى حتى الان احنا خدنا ايه؟ احنا خدنا ان الفسيولوجي ده علم وظائف الاعضاء، البادي فانكشن مهمه جدا. لازم تعرف ان اكبر حاجه الهيومن بودي، جسم الانسان، بعد كده سيستم، بعد كده اورجان اعضاء، بعد كده تيشوز انسجه، بعد كده سيلز خلايا، بعد كده كيميكالز المواد الايه، المواد الكيميائيه. تمام. وعرفنا وظيفه كل ايه، سيستم. طب انت يا دكتور قلت لي حاجه كده، قلت لي internal environment بيئه داخليه واكسترنال environment بيئه خارجيه. البيئه الداخليه يا ابني اللي هي داخل جسم الانسان، اي حاجه داخل جسم الانسان دي بنسميها internal environment. لكن اي حاجه، اي ظروف بره فهي external environment. شمس، هواء، حراره، اي حاجه بره هي البيئه الخارجيه، هي الاكسترنال environment. يبقى مهم تميز الفرق بين الانترنال انفايرمنت والاكسترنال انفايرمنت بالراحه وعلى الهادي. ركز معايا يا دكتورنا المحترم، ركز معايا، الحته دي مهمه للغايه. الانترنال انفايرمنت دي اساسيات يا ابني. انا بس بص، لو انت طالب في سنه اولى هتلاقي نفسك الحاجات دي بتاخدها، تيجي تعمل ماجستير او اي حاجه هتلاقي الحاجات دي هتاخدها تاني، تيجي تعمل معادله او حاجه هتلاقي نفس المحاضره والحاجات دي تاني. تتأسس في الفسيولوجي كويس هترتاح في الباثولوجي، هترتاح في البطن، هترتاح طول حياتك في الطب. فالأساسيات دي عارف زي اللي بيبني عمارة فيعمل أساسيات كويسة، الأساس بتاعك لو صح تمام هترتاح طول حياتك في الكلية. فالانترنال انفايرمنت دي البيئة الداخلية داخل جسم الإنسان، الحاجات اللي بتحصل بين الخلايا على مستوى الخلايا. لكن الاكسترنال انفايرمنت دي الظروف اللي بره، بيئة خارجية يا ابني. اكسترنال خارجي، انترنال داخلي. اكسترنال خارجي، انترنال داخلي. تمام، جميل جدا. ما هي الانترنال انفايرمنت؟ الانترنال انفايرمنت ده على مستوى الخلايا، ان الخلايا تبقى حية، ان البيئة بتاعتها تفضل ثابتة. تمام. عارف في حاجة اسمها اكسترا سيلولار فلويد يعني ايه؟ لا تعالى بالراحة افهم، تعالى بالراحة نفهم. بص يا دكتور يا محترم، ادي ده كده وعاء دموي زي شريان، في دم، والسائل اللي فيه بنسميه بلازما. السائل اللي فيه بنسميه ايه؟ بنسميه بلازما. تمام. وفي سوائل برضو. البلاد فيزل ده الوعاء الدموي ده بنسميه فاسكولار. فاسكولار حتى عشان كده اسمه كارديو فاسكولار سيستم. فاسكولار يعني وعاء دموي. وعاء ايه؟ وعاء دموي. فالسائل اللي فيه بنسميه انترا. انترا يعني داخل، انترا فاسكولار. فاسكولار فلويد. فلويد يعني سائل. السائل اللي داخل الوعاء الدموي. تمام، جميل. حتى الآن الدنيا سهلة. وعندي خلايا، عندي خلية وعندي خلية، في سائل بين الخلايا، في سائل بين الخلايا بنسميه ايه؟ بنسميه interstitial fluid. interstitial ايه؟ fluid. تمام، جميل. وفي سائل داخل الخلايا، سائل داخل الايه؟ الخلايا. السائل اللي داخل الخلايا نسميه انترا. انترا يعني داخل. سيلولار. سيلولار يعني خلية. انترا سيلولار فلويد. انترا سيلولار فلويد. يبقى بالراحة يا دكتور، السائل اللي داخل الخلايا ده
اسمه intracellular fluid، يعني السائل اللي موجود داخل الخلية. تمام. والسائل اللي بين الخلايا اسمه interstitial fluid، والسائل اللي في الوعاء الدموي اسمه intravascular fluid. طب حضرتك بعد اذنك، السائل اللي اسمه interstitial fluid ده والسائل اللي اسمه intervascular fluid ده مش هما بره الخلية؟ مش بره الخلية اهو، مش هما بره الخلية؟ لذلك انا ممكن اسميهم يستحقوا لقب ايه يا جماعة؟ بص، يستحقوا لقب ايه؟ اكسترا سيليولار فلويد. اكسترا يعني خارج، سيليولار يعني خلية، فلويد يعني ايه؟ فلويد يعني سائل. يعني الانترستيشيال فلويد والانترافاسكولار فلويد ممكن اسميهم اكسترا سيلولار فلويد، يعني السائل اللي خارج الخلية، والسائل اللي داخل الخلية نسميه انترا سيلولار فلويد. قال لك بقى الانترنال انفايرمنت، البيئة الداخلية، هي السائل اللي بره ده اللي بنسميه اكسترا سيلولار فلويد. دكتور مش فاهم حاجة. بالراحة انت لازم تفهم الفسيولوجي وانا معاك لحد ما تفهم. الخلية دي يا ابني هي نموذج مصغر لجسمك. جسمك بيحتاج ياكل، بيحتاج بيتنفس، الخلية كذلك بتحتاج تتنفس، بتدخل أكسجين، وبتحتاج بتاكل نيوترينز، مواد غذائية. انت كذلك بتدخل الحمام بتطلع ويست برودكت، والخلية برضو بتدخل بتطلع ويست فضلات. تمام، جميل. فالخلية كأنها كائن حي مصغر، والسائل اللي جوه الخلية اسمه intracellular fluid. الخلية من حقها ان البيئة الداخلية بتاعتها تبقى ثابتة. البيئة الداخلية ده اللي هو السائل اللي بره، لان السائل اللي بره كل ما يبقى فيه اكسجين هيدخل لها اكسجين، كل ما يبقى فيه مواد غذائية هيدخل لها مواد غذائية. فاهم حاجة عندي الخلية هي الاكسترا سيلولار فلويد، لان الاكسترا سيلولار فلويد هو الانترنال environment يعني البيئة الايه؟ البيئة الداخلية. البيئة الداخلية، فالبيئة الداخلية مهمة جدا. مهم يتحافظ على البيئة الداخلية دي كونستانت يعني ايه؟ ثابتة، نسب الأكسجين ثابتة والحاجة ثابتة، بحيث إن الخلية تاخد غذائها، بحيث إن الخلية تاخد حاجتها ما تتأثرش أهو. فالانترنال انفايرمنت دي البيئة الداخلية. أنا لازم أحافظ على الخلية إنها تعيش في بيئة ثابتة. إن إزاي؟ إنك تحافظ على الإكسترا سيلر فلويد. الاكسترا سيلر فلويد اللي هو يا ابني الانترنال انفايرمنت، ده السائل اللي خارج، اكسترا يعني خارج الخليه، خارج الايه؟ خارج الخليه. انا عايز اخلي السائل اللي خارج الخليه ده محافظ عليه زي ما هو، منتظم. تمام. فده الاكسترا سيلر ايه؟ الاكسترا سيلر فلويد. تمام. فقال لك بص، الانترنال انفايرمنت البيئه الداخليه بتاعه جسمك، قال لك بيكون فيه فوليوم، حجم، وكومبوزيشن، تركيب وتكوين، يعني مليان مثلا اكسجين، مليان نيوترينت، مواد غذائيه. الاكسترا سيلر فلويد السائل اللي خارج الخليه لازم يفضل كونستانت، لازم يفضل ايه يا جماعه؟ ثابت. عشان تخلي الخليه ثابته وتأدي وظيفتها بشكل ثابت لازم البيئه الداخليه تبقى ثابته. والبيئة الداخلية دي اللي هي يا دكتور؟ الاكسترا سيلر فلويد، السائل اللي حواليها. انت عشان تعرف تذاكر لازم البيئة حواليك تكون هادية. ما ينفعش تلاقي اهلك عمالين يتخانقوا او سمع دوشة او العيال عمالين يضربوا بعض وانت ايه؟ تعرف تذاكر؟ مش هتعرف تذاكر. يبقى عشان تعرف تذاكر لازم البيئة حواليك تكون هادية. كذلك الخلية يا ابني عشان تعرف تشتغل لازم البيئة حواليها تكون ثابتة. البيئة تكون ايه؟ كونستانت. او ممكن يحصل تغيرات with narrow limits، تغيرات بحدود بسيطة، تغيرات تبقى بسيطة جدا جدا جدا. تمام. ده كله اي تغير في البيئة الخارجية لازم يكون تغير بسيط، لان التغيرات في البيئة الخارجية زي الحرارة. انت مثلا دلوقتي درجة حرارة جسمك 37 سيليزية، رحت القطب الجنوبي درجة الحرارة تحت الصفر، انت هتتجمد بقى؟ لا، لازم تفضل 37. فجسمك هيعمل حاجات عشان يحافظ على درجة حرارة جسمك 37 ايه؟ ثابتة. ليه؟ عشان يحصل نورمال فانكشن للخلايا، بنسميها الاوبتيمال فانكشن، يعني الوظيفة المثالية. الوظيفة المثالية في جسمك لازم 37 سيليزية. مهما يحصل تغيرات في البيئة الخارجية، ان شاء الله رحت القطب الجنوبي،
ان شاء الله رحت اثيوبيا ودرجه الحراره فوق ال 70 80 درجه، لازم درجه حراره جسمك تفضل 37 سيليزية. هي الرسمه بيوضحها لك اللي احنا رسمناها. ادي الخليه، السائل اللي جوه الخليه اسمه انترا يعني داخل، سيلولر يعني خليه، فلويد يعني سائل، السائل اللي داخل الخليه. وعندنا الانترستيشيال فلويد السائل اللي بين الخلايا، والبلازما اللي هو الانترا فاسكولار فلويد. الاثنين دول مع بعض بنسميهم ايه؟ اكسترا سيلولار فلويد، السائل اللي خارج الخلايا، خارج الخلايا، لان بص السوائل دي كلها خارج الخلايا. او بنسميها اسم تاني، هي الانترنال انفايرمنت، هي البيئة الداخلية اللي انا عايزها يا ابني تفضل كونستنت، تفضل ثابتة عشان تأدي وظائف ايه؟ عشان تأدي وظائف جسم. لا تاني، الحتة دي مهمة جدا، الحتة دي مهمة ايه؟ الحتة دي مهمة جدا. ما هو الانترنال انفايرمنت والاكسترنال انفايرمنت؟ بالراحة وعلى الهادي، ركز معايا يا دكتورنا المحترم. الانترنال انفايرمنت هي البيئة الداخلية في جسمك، والبيئة الداخلية في جسمك، تمام، البيئة الداخلية في جسمك يقصد بها الايه؟ الاكسترا سيلولار فلويد، السوائل اللي خارج الخلية. الاكسترنال اصل في ناس بتفتكر اكسترنال انفايرمنت يبقى اكسترا سيلولار فلويد، لا يا ابني، اكسترنال انفايرمنت يعني البيئة الخارجية، حرارة، شمس، أشعة، حد ضربك بالقفا، أي حاجة دي بيئة خارجية، ده ستريس جاي من بره. لكن الانترنال انفايرمنت، انترنال اكتبها كده معلش عشان ما تنساش، الانترنال انفايرمنت هي الاكسترا سيلولار فلويد، السائل اللي خارج الخلية. جميل جميل. يبقى الانترنال انفايرمنت هي الاكسترا سيلولار فلويد، نقطة مهمة للام سي كيو، خطر جدا. تمام، لازم احافظ على الاكسترا سيلولار فلويد نورمال كونستانت، تغيرات بسيطة جدا عشان الخلية تعمل الاوبتيمال فانكشن، الوظيفة الايه؟ الوظيفة المثالية. طب تعالى ناخد كيس كده كتطبيق. ناخد كيس ايه؟ كيس كتطبيق. قال لك كيس سيناريو، قال لك ابيرسون شخص از ستاندينج، شخص واقف، تمام، فهو واقف عادي ما بيعملش اي حاجه ولا بيعمل مجهود، بيبقى عنده نورمال ريستنج ريسبيراتوري ريت، يعني معدل التنفس بتاعه اثناء الراحه طبيعي. ريت يعني معدل تنفس اثناء الراحه طبيعي. ترجم معايا كل كلمه. يبقى لو شخص واقف بشكل طبيعي يا ابني، هتلاقي معدل التنفس بتاعه طبيعي. طب لو الشخص ده جري، رن يعني ايه؟ يعني يجري، بدأ يجري. لو بدأ يجري بيجري بسرعة، تمام، لمدة 30 ثانية مثلا، معدل تنفسه هيبقى عامل ايه؟ لما انت تجري فانت بتبذل مجهود على العضلات، فالعضلات بتحتاج اكسجين اكتر، تمام، فتلاقي معدل تنفسك زاد عشان يدخل الاكسجين اكتر. فبص بص بص، هنلاقي معدل التنفس يا ابني زاد، انكريز. ليه؟ عشان البي واوفي احتياجات الجسم، ديموند يعني احتياجات الجسم للاكسجين. انت دلوقتي بدأت تجري، فجسمك بقى محتاج اكسجين، عضلات جسمك محتاجة اكسجين، فلازم ازود معدل التنفس عشان اخليك تدخل اكسجين اكتر عشان يوصل للعضلات اكتر. فلو الشخص واقف، تمام، تنفسه هيكون طبيعي جدا وعضلاته بتاخد كمية ثابتة من الأكسجين، لكن بدأ يجري فعضلاته هتحتاج كمية أكسجين أكتر، فيضطر معدل تنفسه يزيد عشان يلبي احتياجات جسمه من الأكسجين. طب فيرزر مور، وعلى شكل آخر وعلى وجه آخر، لو الشخص بعد الجري ده رجع يرتاح تاني ورجع يقف، معدل التنفس بتاعه إيه؟ هيرجع للنورمال، هيرجع للطبيعي، لأن خلاص هو قعد وارتاح وعضلاته خدت الأكسجين المطلوب، فهيقل الاحتياج للأكسجين ويرجع تاني للطبيعي. ودي حاجة مهمة جدا، ده يا جماعة اللي بنسميه الهوميوستيزس، التوازن أو الثبات، إن جسمك يقدر يتكيف مع أي تغير يحصل في جسمك. تمام، أنا كنت باخد أكسجين بكمية معينة، معدل التنفس بتاعي بطبيعي جدا وبطريقة معينة، بس أنا لما جريت بدأت أحتاج أكسجين أكتر، فلقيت جسمي بشكل تلقائي زود لي الإيه؟ معدل التنفس. طب لما وقفت لقيته بشكل تلقائي هدالي معدل التنفس. طب حصلت الحاجات دي إزاي يا دكتور؟
حصلت بحاجة اسمها الهوميوستيزس. الهوميوستيزس. فتعالى كده بالراحة يا دكتورنا الغالي نعرف يعني ايه الهوميوستيزس. الهوميوستيزس يا صديقي هي التوازن او الثبات، ان انا عايز ارجع الحاجة للنورمال، عايز ارجع الحاجة للحالة الطبيعية بتاعتها. لو حصل اي تغيير، اي مشكلة، انا عايز ارجع الحاجة للنورمال. فالهوميوستيزس هي التوازن او الثبات. هوميو اصلا جايه من هوم، كلمه هوم عارف يعني بيت، او الانترنال انفايرمنت او البيئه الداخليه. ستيزس جايه من كلمه ثبات، ان الحاجه او البيئه الداخليه تفضل كونستانت. انا عايز البيئه الداخليه تفضل نورمال. فبص قال لك هوميوستيزس، هوميو جايه من الهوم اللي هو الانترنال انفايرمنت البيئه الداخليه، راسم لك بيت اهو. وستيزس انا عايزها كونستانت. انا الهدف الاساسي ان انا اخلي الانترنال انفايرمنت كونستانت، اخلي البيئه الداخليه ثابته. ده الهدف الاساسي بتاع جسمك، الهدف الاساسي بتاع خلايا جسمك. خلايا جسمك عايزه تخلي وتحافظ على البيئه الداخليه ثابته. طول ما البيئه الداخليه ثابته، طول ما اعمل وظائف جسمي بشكل ايه؟ بشكل مرتاح. تمام، جميل جدا. فبص، تعريف الهوميوستيزس مهم جدا. maintenance يعني الحفاظ على constant يعني ثابتة internal environment. أحافظ على البيئة الداخلية ثابتة عشان أحافظ على الحياة sustain life، عشان أحافظ على الحياة أو تستمر الحياة. يبقى التعريف مهم جدا يا ابني، وخطر للام سي كيو، خطر للام سي كيو. الهوميوستيزس اللي هو التوازن أو الثبات. التوازن أو الثبات هو الحفاظ على constant internal environment، الحفاظ على البيئة الداخلية ثابتة. ليه عايز تحافظ عليها ثابتة؟ عشان أحافظ على الحياة. فالهوميوستيزس مهم جدا، الهوميوستيزس مهم جدا. هي الانترنال انفايرمنت؟ هي ايه البيئة الداخلية؟ البيئة الداخلية اللي هي الاكسترا سيلر فلويد. ما انت خلاص بقيت متأسس، ما انت خلاص بقيت متأسس فهمت ان الانترنال انفايرمنت هي البيئة الداخلية، هي الاكسترا سيلر فلويد، هي السوائل خارج الخلية، هي الانترستيشيال فلويد اللي هو السائل اللي بين الخلية، وهي الانتروفاسكولار فلويد اللي هو السائل اللي داخل الوعاء الدموي اللي هو البلازما. تمام. فقال لك بص، الاكسترا سيلر فلويد اللي هي تشمل انكلود يعني ايه؟ تشمل البلازما والانترستيشيال فلويد. الفهم حلو. رسمه اللي رسمتها لك لما رسمت لك وعاء دموي ورسمت لك الخلايا، قلت لك هنا الانترا فاسكولار فلويد اللي هي البلازما، وهنا الانترستيشيال فلويد، والاثنين اكسترا سيلر فلويد، الاثنين انترنال انفايرمنت. لكن السائل اللي داخل الخلايا ده ايه؟ ده ايه يا جماعه؟ ده انترا سيلر فلويد. يبقى الهوميوستيزس يا صديقي، الهوميوستيزس ده maintenance يعني الحفاظ على constant ثابتة constant internal environment، الحفاظ على بيئة داخلية ثابتة. الحفاظ على بيئة ايه؟ بيئة داخلية ثابتة. جميل جميل. الهوميوستيزس ده essence of life، ده أساس الحياة. أساس الايه؟ أساس الحياة. قال لك for optimal cell function يعني عشان الخلية تعمل الوظيفة المثالية، عشان الخلية تعمل الوظيفة الايه؟ المثالية في جسم الإنسان. لازم يكون في several conditions، لازم يكون في ظروف، ومن ضمن الظروف دي ان الانترنال انفايرمنت البيئة الداخلية اللي هي الاكسترا سيلر فلويد تفضل ثابتة، تفضل كونستانت، تفضل متحافظ عليها. لو حصل اي تغيرات تبقى تغيرات بسيطة، لكن لو تغيرات كبيرة هتبقى مشكلة. فهو تاني بيكرر لك بصيغة تانية. الخلية عشان تعمل وظيفتها يا ابني لازم تحافظ على الانترنال انفايرمنت، لازم تحافظ على البيئة الداخلية ثابتة اللي هي الاكسترا سيلر فلويد. يعني انت عايز تحافظ على ايه يا دكتور؟ عايز احافظ على البادي تمبريتشر، درجة حرارة جسمك، عايز اخليها ثابتة على 37. عايز احافظ على ضغط الدم البلاد بريشر، عايز اخليه 120 على 80. عايز احافظ على البي اتش الوسط الحامضي والقاعدي بتاع جسمك، عايز اخليه عند 7.4. عايز احافظ على تركيز الاكسجين وتركيز الCO2
في جسمك عشان تراكم اي حاجه فيهم، لو تراكم السي او 2 هيعمل لك مشاكل. عايز احافظ على الاوزمو ريجوليشن. اوزمو ريجوليشن يعني تنظيم الميه. الووتر بالانس تنظيم الايه؟ الميه. عايز احافظ على البلاد جلوكوز. البلاد جلوكوز اللي هو ايه؟ مستوى السكر في الدم. فكل الحاجات دي انا عايز احافظ عليهم. لو حصل اي تغيرات في الاكسترنال انفايرمنت اللي هي البيئه الخارجيه، اللي هي الحاجات المحيطه بيك، تمام، هتسبب ده. يعني اقول لك مثال، مثلا انت مثلا في القطب الجنوبي، ما هو هيأثر على درجه حرارتك، فلازم اعمل حاجات عشان تفضل 37. انت حد حرق دمك او في ستريس او حد خلاك متعصب، ما ده يرفع لك الضغط، فلازم حاجات تظبط لك الضغط. تمام. فكل الحاجات دي ظروف خارجيه. تمام. خلي بالك قلت لك ابوس ايدك ركز في external environment دي البيئه الخارجيه، الظروف الخارجيه، والinternal environment البيئه اللي في جسمك. الانترنال environment دي الاكسترا سيلولار ايه؟ الاكسترا سيلولار فلويد. تمام. جميل جدا. طب الهوميوستاسيس ميكانيزمز هتحصل ازاي؟ وازاي البادي سيستمز، يعني مثلا زي جسمي هيعمل ايه ويتصرف ازاي عشان ينظم اي خلل ممكن يحصل، وايه الحاجات النيرفس والهرمونال كنترول والريسبتورز والحاجات دي. دي كلها هناخدها في الفيديو الجاي ان شاء الله، يبقى البارت 2 بتاع الهوميوستاسيس مهم جدا. يبقى احنا النهارده في الفيديو ده خدنا ايه؟ خدنا تعريف الفسيولوجي، وعرفنا ان هي دراسة وظائف الجسم، وخدنا مما يتركب الجسم من بادي سيستمز، اورجانز اعضاء، تيشوز انسجه، سيلز خلايا وكيميكالز، وعرفنا وظيفة كل سيستم ايه مهمة للام سي كيو، وعرفنا ان البيئة الداخلية هي الاكسترا سيلولار فلويد وهي الاساسية، وعرفنا ان الهوميوستيزيس ده انا عايز اخلي البيئة الداخلية ثابتة، عايز اخلي الاكسترا سيلولار فلويد اللي هو البلازما والانترستيشال فلويد ثابتة، عايز احافظ على درجة حرارة جسمي، على ضغطي، على البي اتش، على الاكسجين والمية والجلوكوز، كل حاجة ثابتة. طب هتحافظ عليهم ازاي والطرق وكل الحاجات دي هناخدها في فيديو دسم جدا الفيديو الجاي ان شاء الله.